وليد جمال وحمادة عين العقل في فيلم البدلة ارتكبوا جريمتين. يا ترى ايه هي الجرائم اللي ارتكبوها وايه هي عقوبتها لو حصلت فعلا في ارض الواقع، وازاي كان ممكن الفيلم ينتهي نهاية سعيدة، خصوصا ان الفيلم انتهى ومعرفناش اتحاكموا ازاي. يلا بينا نشوف. ظهرتش ده 10 دقايق والبوليس جاي. يا ابني احنا عملنا كل حاجه، ناقص بس يتقبض علينا. لا انزل لي بقى. لا بهزر معاك. ايه ده ايه ده يا ابني ده؟ الله الله، ايه يا ابني اللي بتسمعوه ده؟ ما تسمعونيش انا ليه؟ جون حرام عليك، انت عارف لو اتمسكت بالبدله دي ممكن تاخد فيها كام سنه سجن. السلام عليكم، انا علي بدر المحامي وده برنامج قانون في السينما. فكرة البرنامج اننا بنعرض لجريمة او موقف قانوني اتعرض في فيلم او مسلسل عربي، وبنقول التأصيل القانوني الصحيح ليها ورأي القانون وحكمه لو حصل فعلا في ارض الواقع. وليد وحمادة ارتكبوا جريمتين. أول جريمة هي لبس بدلة ضابط شرطة بدون وجه حق، والجريمة دي بنص المادة 156 من قانون العقوبات. المادة 156 من قانون العقوبات بتقول: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. إذن هنا مجرد لبس بدلة ضابط الشرطة، هنا هم ارتكبوا الجريمة. خلاص الجريمة تمت بمجرد لبس بدلة ضابط الشرطة، حتى لو مفيش أي أفعال تانية صدرت من المتهم، مجرد لبس البدلة العسكرية أو بدلة الشرطة فدي جريمة مستقلة بذاتها. والعقوبة هنا بتكون الحبس، والحبس هنا متحدد من يوم لحد سنة. الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة، يعني من يوم لحد سنة. والجريمة التانية اللي ارتكبوها كانت طبقا لنص المادة 155 من قانون العقوبات، اللي بتقول: كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس. هم هنا الحقيقة قاموا أو تداخلوا في إحدى مقتضيات وظيفة ضابط الشرطة، وإن هم عملوا كمين تحت بيت ريم. ده عشان وليد يشوف ريم، فعمل كمين تحت بيتها، وهنا تداخل في عمل من مقتضيات ضابط الشرطة. العقوبة هنا الحبس في حديه الأدنى والأقصى، يعني من يوم لحد 3 سنين. ولأن هم هنا ارتكبوا جريمتين، الجريمتين متصلين ببعض، فهنا هتكون محاكمتهم طبقا للجريمة اللي عقوبتها أشد، يعني طبقا لنص المادة 155. والحقيقة ان الفيلم في نهايته ما تعرضش فيه ازاي هم اتحاكموا، وكان ممكن الفيلم ينتهي نهاية سعيدة لو اتحاكموا بالشكل الآتي: اولا، المحكمة ليها سلطة تقديرية في تقدير حكم الحبس من يوم لحد 3 سنين، فكان ممكن المحكمة تحكم عليهم بحكم اقل من سنة، يعني 6 شهور مثلا، وان تأمر بايقاف التنفيذ، خصوصا ان كل شروط ايقاف التنفيذ متوفرة فيهم. وايقاف التنفيذ هنا يعني الحكم مش هيتنفذ، وده طبقا لنص المادة 55 من قانون العقوبات. والمادة 55 من قانون العقوبات بتقول: يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. وهنا فيما يبعث من الاعتقاد ان هو لن يعود الى الجريمه، والسن والماضي والاخلاق كمان. وده لانهم كان المخرج مصورهم على انهم ابطال في قصه القبض على المجرم الاجنبي الهارب. سلام.